أنا أسماء نيسا ودي قناة سيدي أون ذا رود. الموضوع هو الانتحار. السؤال هنا، ليه عايز تنتحر؟ علشان تخلص. تخلص من ايه؟ طيب انت عارف انت رايح فين؟ ماشي، مبدئيا ربنا بس هو اللي بيأذن بالموت، وعلى فرض يا سيدي ان انت قررت تنتحر، وعلى فرض برضو ان ربنا أذن لك بالموت. تعال نشوف. ظاهريا انت ارتحت من المجتمع والديون والناس والمشاكل. باطنيا انت داخل على مصير اسود. ليه اسود؟ لانك متخيل ان بعد الموت هيقف الاحساس، لكن الحقيقة مش كده خالص. الحقيقة ان انت لما بتخرج من جسمك بتكون خرجت من البدلة العازلة اللي مقللة الاحساس عندك، وبمجرد ان انت تنتهي وتخلص الانتحار بتدخل في كمال الاحساس. مثلا ان انت كنت عايش في عالم لونه رمادي، وعلى فرض يا سيدي ان العالم التاني ده يا اما ابيض يا اما اسود. بما انك مش رايح طبيعي، ده انت يعني رايح منتحر، يبقى اكيد عارف انت هتكون رايح لأي لون، والاسود طبعا اسوأ بكتير بكتير من الرمادي. نفهم من كده ان لو انت عايش في الحياة بألم وعذاب فده الاحساس التجريبي فقط لا غير، وهم 3 احتمالات بعد الموت مفيش غيرهم. اول احتمال، يا اما تكون من المقربين زي سيدنا عيسى عليه السلام، وبكده تاخد في البرزخ روح وريحان وجنة نعيم. يا إما تكون من أصحاب اليمين، دول اللي بياخدوا كتابهم بيمينهم، وبكده تاخد في البرزخ سلام. يا إما تكون من المكذبين الضالين، دول اللي بينتحروا حضرتك، وطبعا ليهم صفات تانية بس احنا خلينا النهاردة في الانتحار. وبكده تاخد في البرزخ نزل من حميم وتصلية جحيم، يعني من الآخر مرحلة الوحش. طيب الانتحار طبعا من عمل الشيطان، لأن الشيطان هو عدوك الوحيد، يحرضك تنتحر ويحسسك إن هو ده الحل، وللأسف أنت سمحت للشيطان إن هو يتحكم فيك، لأن أنت بينك وبين ربنا روابط كتيرة جدا جدا جدا، والشيطان بيبذل حياته كلها علشان يقطع الروابط دي، لأن هو وعد وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقعد يحرضك على الانتحار، وأول ما تنتحر يرجع ويسيبك ويقول إني بريء، إني أخاف الله. طيب رسالتنا النهاردة هي إيه؟ رسالتنا النهاردة لا تقنط من رحمة ربك. لازم تعرف إنك جيت الدنيا بأمر الله، وربنا ما بيسيبش حد، انت اللي بتسيب. سيدنا يعقوب عليه السلام فقد ابنه 30 سنة وقال لا تيأسوا من روح الله. فلو استسلمت وانتحرت فانت الآن مجرم في حق نفسك. وعلى فكرة الانتحار شيطانية، وهو اللي بيحاول يزقك ويدخلك في فئات المجرمين. فئات المجرمين دول الناس اللي فضلوا حياتهم كلها يجرموا، ففي الآخر خدوا اللقب المجرمين. هو بقى الشيطان لعيب، بيخليك تاخد اللقب من فعل واحد بس، وهو الانتحار. وده لأن المنتحر بيكون بقى القاتل والمقتول، فبقى مجرم. وربنا قال لنا في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. يعني انت عندك مشكلة في الميزان الداخلي بين القوة والضعف، يعني بدل ما تخلي نقاط القوة هي اللي تقوي الضعف اللي جواك وتوصلك للعمل الصالح، خليت نقاط الضعف هي اللي تضعف نقاط القوة وتشدها لأسفل سافلين. فبقيت ببساطة زيك زي الناس والظروف اللي انت أساسا كنت عايز تنتحر عشانها. يعني انت كده ظلمت نفسك. خلاصة القول، لو انت قرفان من حياتك سلم نفسك لله،
مش للشيطان. في مقولة لجلال الدين الرومي بيقول: عندما يدفعك العالم لكي تجثو على ركبتيك فاعلم بأنك في الوضع المناسب للصلاة. غير نظرتك وعيش الحياة مسلم لله أمرك. ارمي نفسك في حضن ربك، هو أقرب إليك من حبل الوريد. شفت سهلة وبسيطة ازاي؟ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتتابعوني علشان قصص تانية جديدة.